بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. متابعيني وحبايبي واخواتي دايما مشرفين ومنورين في قناتي يا حبايبي. تعال نشوف التورتيه الجميله دي. النهارده عملنا تورتيه كده، قلنا نعمل حاجه جميله كده. تعال نشوف هنعملها ازاي وبطريقه ايه. تعال نصلي، نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدا الفيديو الجميل ده النهارده. طيب معانا 4 بيضات يا حبايبي بدرجه حراره المطبخ، عشان خاطر ايه ما نجيبهمش من الثلاجه كده ونبتدي نضربهم، لا احنا عايزينهم بدرجه حراره المطبخ. هننزل عليهم بذره من الملح وكيس فانيليا او 2، ماشي يا حبايبي. وهنضربهم ايه، احنا هنشتغل النهارده بالمضرب الكهربائي عشان خاطر ايه تطلع هشه وجميله التورتيه بتاعتنا الجميله دي، ماشي. طيب نزلنا بالاربع بيضات وذره الملح وكيسين فانيليا، وهنضرب بقى مع بعض شويه كده لما تعمل رغوه كده. طيب معانا برضو ايه للتورتيه ده هتاخد معانا النهارده كوبايه ونص سكر يا حبايبي، لازم يكون سكر ناعم ابيض ما يكونش خشن. هننزل بقى اهم حاجه بالسكر بالتدريج، ما تستعجلوش، معلقتين بمعلقتين معلقتين بمعلقتين، عشان خاطر ايه يعمل معانا فوم ابيض كده، واللبن ايه يتجانس مع بعضه كده مع قصدي البيض يتعمل فوم ابيض كده ولونه يفتح معانا وبيض يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي حطوا لنا كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم مني باذن الله. ماشي يا حبايبي، الكوبايه ونص هنقعد براحتنا كده مش هنستعجل، وهننزل ايه بالتدريج كده مع بعض عشان خاطر ما ايه ما نكتلش السكر مره واحده منا عشان يدوب يا حبايبي، ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب هنقعد نضرب فيه بقى لما لحد ما السكر يخلص معانا كوبايه ونص، وبعد كده هنضرب ضربتين ونخاطر ايه هيعمل معانا فوم ابيض ما شاء الله، شايفينه في المضرب اهوت ما شاء الله كده ايه، يعني بقى سميك وحلو البيض، لا فصلنا البيض عن البياض، لا بياض عن البياض ولا الصفار عن الصفار، ضربناه كله مع بعضه لحد ما عمل الفوم الابيض ده. طيب بعد كده يا حبايبي هننزل بايه، معانا 3/4 كوبايه زيت يكون نباتي نظيف ريحته حلوه طعمه حلو عشان خاطر التورتيه بتاعتنا تبقى جميله. برضه ايه اما ننزل بالزيت هنبتدي نضرب برضه تاني، ماشي. ما يعني ايه ما نجاملش في الضرب جامد قوي عشان خاطر ايه الكيكه بتاعتنا تبقى ايه طالعه مظبطه كده يا حبايبي. بعد كده معانا كوبايه لبن مغليه، وما تقولوش اللبن المغلي هيسوي البيض والكلام ده، لا يا حبايبي. طيب بعد كده هننزل معانا كوبايتين دقيق، كل ما ننزل مقدار نضربه يا حبايبي جامد. معانا كوبايتين دقيق هننزلهم على مصفى سلك اهوت عشان خاطر يبقى هش وخفيف كده، لازم ايه ننخله كده بمنخل او بمصفى. وبعد كده معانا معلقتين كاكاو خام، ومعانا كيس كيك شيف 17 جرام هننزل بيه برده كله مره واحده، ومعلقه الخل يا حبايبي. وهنقلب بقى برده لو انت عايز تضرب بمضرب السلك عادي، لو عايز تضربي بالمضرب الكهربائي عادي برده يا حبايبي. بعد كده معانا الصينيه 24 هندهنها دهن الزيت ونحط فيها ورقه زبده للامان برده وندهن، وننزل بقى بالكيكه بتاعتنا. الكيكه بتاعتنا بقى ايه لا هي سميكه ولا هي خفيفه، السمك ده يا حبايبي، ماشي. ونضرب في اتجاه واحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنجيب عصايه الشيش طاووق كده ونضرب يعني نقلبه في بعضه كده عشان لو عامله فقاقيع ولا حاجه. وبعد كده هندخلها على فرن سابق تبلوع ب 10 دقائق، ونحطها على الرف اللي في النص ونولع من تحت. وبعد 35 دقيقه يا حبايبي نفتح الفرن كده ايه نختبرها بالخله يا حبايبي. ما شاء الله طلع عجين سيبها شويه. لو حسيت ان هي ايه يعني استوت، لو لسه طريه من فوق وشها شغلي الشوايه من فوق حاجه بسيطه، ماشي يا حبايبي. طيب هنيجي بقى نعمل ايه الكريم شانتيه يا حبايبي. طيب معانا كريم شانتيه خام، هنحط ايه 4 معالق سكر على الكوبايتين، معانا كوبايتين كريم شانتيه 4 معالق سكر، وهنقلبهم 4 أو 5، وهنقلبهم في كوبايه ميه متلجه او كوبايه ونص ميه متلجه، ونقلب فيهم ال5 معالق سكر او ال4 معالق اللي انت حسب ما بتحبها مسكره يا حبايبي، ونقلبهم الاول عشان خاطر يدوب. وبعد كده هننزل عليهم ايه بالمضرب بقى، نضرب بقى ايه كوبايه ونص ميه على ال4 معالق سكر على الكوبايتين الكريم شانتيه، ونضرب ضرب جامد لما تهش معانا وتبقى ما شاء الله تملى البوله معانا كده وتبقى خفيفه وجميله كده. بعد ما نخلصها يا حبايبي نحطها في التلاجة عشان احنا في جو حار. طيب هنعينها في التلاجة على الرف في التلاجة. وبعد كده هنشوف الكيكه بتاعتنا الجميله التورتيه دي طلعت من الفرن اهيت وهي لسه سخنه، حطينا ورقه زبده عليها وقلبناها على الجنب التاني، ما شاء الله طلعت جميله معانا وهشه وطريه وجميله جدا والله جميل. طب هنيجي نقطعها يا حبايبي. طبعا لو عندك منشار عادي تقطعها بيه، لو انت ما عندكش منشار مثلا ومش بتعرفي تقطعيها علمي كده 3 فتحات، احنا هنعملها 3 قطع يا حبايبي، هنعملها 3 ايه يعني هنعملها 3 هنقطع الكيكه بتاعتنا دي 3 قطعات.
طيب هنعلم الاول ببوز السكينه كده، وداننا نمشي على طول ببوز السكينه الاول، وبعد كده نخش بالسكينه بقى. لما تعلمي وتعرفي ان انت بقيتي في النهايه تبتدي تخشي بالسكينه لحد جوه يا حبايبي. لو معاك سكينه اكبر من كده، لو دي لقيتها مقاسها يعني، بس هي صعبه شويه في تقطيعها، بس عايزه صبر شويه يا حبايبي. هنبتدي ايه نلف مع الكيكه كده واحده واحده. ما شاء الله قطعناها 3 اجزاء اهيت. وبعد كده ايه هنحطها بقى على صينيه وورقه زبده، وندهنها كده ايه قطعه من الكريمه كده عشان خاطر ما تتحركش معانا واحنا بندهن. هنبتدي نجلس بقى كل قطعه لوحدها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو، زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلش الفيديو طويل، بس هي ايه انا كنت نفسي اعمل الكيكه لوحدها وارجع يعني نعمل طريقه تزويقها مره تانية، بس قلت يلا كله مره واحده في فيديو واحد. ماشي يا حبايبي، هنبتدي نجلسها اهوت. عملنا الاولانيه ورجعنا عملنا الثانيه، بس الفيديو بصراحه التليفون معايا بيقطع وفيه مقاطع بصراحه كتير طلعت يعني راحت مني، مش عارفه ان انا اجمعها تاني. معلش يا حبايبي، التليفون والله العظيم لما بيسخن معايا بيفوت مقاطع كتير. طيب ابتدينا نجلسها اهوت. واللي انا بحطه ده يا حبايبي انا جبت جزء ممكن تزوقها، بتجيبي بسكوت اللي هو بسكوت الشاي العادي، وتدقدقيه كده في مدقه او في الكبه، وتعملي الجنوب بتاعتها بعد ما تجلسها كده بالكريمه. او انا جبت جوز هند وحمرته في الطاسه من غير زيت ولا من اي حاجه، وبيحمر من نفسه كده لوحده. وبعد كده تعملي جوانب الكيكايه بتاعتنا التورتيه بتاعتنا من الجنوب، او تعملها مثلا زي ما انا قلت لكم بسكوت، او تعملوها بالبتاع ده يا حبيبي جوز الهند. ماشي، بعد ما تحمروه درجه خفيفه كده تبقى لونها ذهبي حلو كده. تعالوا بقى معانا نص باكو سما برضو، والله العظيم انا كنت اكيد يعني مصوراه، بس طبعا التليفون بيقطع مقاطع مني مش موجود. ديت ربع باكو سما اللي هي الشوكولاته الخام بتاع المطبخ. هنجيبها نسيحها على حمام ميه على البخار، ميه بتغلي تحتها، وطبعا هي في بوله الواحده المهم الميه ما تطولهاش يا حبايبي. وهنسيحها وبعد كده نحط عليها 3 معالق لبن مغلي برضو، وعشان يفكها كويس وتبقى خفيفه كده. ونحط معلقه زيت عشان اللمعه اللي انتوا شايفينها دي يا حبايبي. وهنقلبها ونسيبها على جنب تهدى، ما نحطهاش فوق الكريم عشان ما تسيحش الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد كده يا حبايبي هننزل بالجناش اللي احنا عاملينه اللي هو الشوكولاته، والثلاث معالق لبن دول، ومعلقه الزيت ما تنسوهاش عشان خاطر تدي اللمعه الجميله دي. ماشي يا حبايبي. بعد كده بقى هنحط الكريمه بتاعتنا اللي معانا كريمه متبقيه. هنعمل الروزتات بقى اللي هي شايفينها الجميله دي صغيره كده وجميله، وحطينا عليها الكريز الاحمر ده عطت شكل جميل. وبعد كده بقى قلنا شوف انت هتزوقها باي حاجه امكانياتك عندك، شوكولاته شيبس، اللي هو الفارمالسيل ده، اي حاجه. انا جبت بسكوته اوريو اللي هي البن دي وعملتها كده عطت شكل جميل برده. اي حاجه يا حبيبتي تحطي تزوقي بيها زوقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وفي الاخر تدي الشكل الجميل بتاعنا ده. ويا رب النهارده فيديوهاتي تعجبكم كده، الفيديو بتاعكم ده يعجبكم النهارده، لان في غلبه كتير وفيديو طويل، فسامحوني على الاطاله يعني. ماشي. وهنيجي نقطعها بقى. ما شاء الله طالعه جميله والله زي ما هتشوفوها في الفيديو ده، جميله جدا ما شاء الله، متماسكه وجميله. وجربوها يا حبايبي، جربوا اللي ما بيعرفش جربوا مره واثنين، وهتجربوا ان شاء الله باذن الله. يا رب كده يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، ويا رب فيديوهاته دايما تنول اعجابكم يا حبايبي. مع السلامه.